السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الروحانية ام جان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي، الكشف العاطفي هو طاقة مفتوحة تشوفوه او تسمعوه في اي وقت وليكم بإذن الله. يلا مع بعض نبدأ كده الكشف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايفة قدامي هنا طاقة شخص. اولا كده هو مش عايز يبعد عنك او عايز يجيلك ويعتذر لك. عايز، ما قلتش انه هيجي، بقولك عايز يجي يعتذر. طيب حاسه كمان ان الشخص ده حبايبي ندمان قوي. او بص شوفوا، الشخص ده عنده ندم. الشخص ده ندمان جدا عليكم، بيتألم حرفيا. طيب شايفة ايه تاني هنا؟ شايفة هنا يا حبايب قلبي ان انتوا الاتنين حاولتوا ان انتوا تتحرروا، سواء انتوا او هو. القراءة للرجل وللمرأة، سواء اتكلمت بصيغة الرجل او بصيغة المرأة. شايفة ان انتوا الاتنين عارفين اللي هو قلتوا ايه؟ احنا بقى زهقنا من العلاقة دي. فاهمني؟ احنا زهقنا من العلاقة دي. او انتي قلتي انا زهقت مثلا، انا مش عايزة العلاقة دي، وابتديتي تتحرري. يمكن انتوا كمان ابتديتوا كنتوا بتتحرروا اكتر منه. يمكن الشخص ده قلدكم لما لقاكم ان انتوا عايزين تنسوه، قلدكم. طيب شايفة ان الشخص ده بيندم قوي، بيندم على انه سابك وراح لحد تاني، لان ظهر هنا طرف تالت. ظهر طرف تالت، فالشخص ده ندم على انه سابك او على انه سابك. فانا شايفة هنا حد بيتألم حرفيا يا حبايبي، وزي ما يكون يجي قدامك بقى ويعمل هو انه لا متضايق ولا اي حاجة خالص، لا، ويجي قدامك كده ويكابر. او مثلا لو كان الشخص ده بعيد عنكم، مثلا بينزل بوستات، او مثلا حبيبتي انتوا الاتنين مثلا عاملين بلوك، هو عامل لك بلوك، انت عامله له بلوك، ايا كان بقى. بس الشخص ده انا متاكده بامر الله انه هو بيجي قدامك ويعمل نفسه كده. انا مش انا الواثق من نفسي، انا مش عايزك. مين قالك ان انا عايزك؟ وانا عايزك؟ انا مش عايزك. لا بس هو عايزك، عايزك وهيموت عليكي، عايزك وهيتجنن عليكي. وبصي، يعني بصي هو بيحسسك بايه؟ ده انا حواليا كده، ده انا حواليا كده، ده انا انت ما تعرفيش، ده انا بيقطعوا نفسهم عليا، ده بيقطعوا نفسهم كده عليا من الحب. هو عامل لك الصورة دي او هي عامله لك المنظر ده. وده يعني زي ما يكون كده الشخص ده هو بيحب قوي يظهر، او بيحب الظهور، او مثلا هو مغرور في نفسه على الفاضي. فاهمني؟ فهو او بيحب يشوف ايه، يعني مثلا لما بيدخل في علاقة بيحب يشوف إيه؟ المدح منك، او انت مثلا تمدحيه، او انت الشخص ده عايز مثلا يشوف منك إيه، ان انت تهتمي، ان انت اللي تجري وراه، ان انت اللي تبقي عايزه رغبه فيه كده. بصي من الاخر كده، انا شايفه شخص هنا قدامي في العلاقه بيحبك قوي 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 قوي. بس انت عارفه بيحبك ليه؟ انا مش عايزه اصارحك واقول لك والله ما انا عايزه اصارحكم طبعا. للرجل وللمراه. بيحبك عشان يكلبش عليكي، يسيطر عليكي. انتي الشخصية اللي هو هيعرف يسيطر عليها. انتي الشخصية اللي هيعرف، عارفين زي ما بيقولوا كده، يطبقها كده ويحطها في جيبه. انتي دي، يعني بصي اهو، شوفي انتي عاملة ازاي مثلا. شوفي هو عايز يقود العلاقة، هو شخصية عايزة تقود العلاقة. وعلى فكرة ممكن رجل ممكن امرأة، بس هو حد عايز يقود هو العلاقة، وعايز يخليك انت كده على طول مكسوره كده. من الاخر هو بيحب فيكي، وما تزعلوش مني، هو بيحب فيكي او بتحب فيك، عايزه تلغي رايك تماما وتبقى هي اللي بتتكلم، او يبقى هو اللي بيتكلم، هو اللي بيسيطر، هو اللي بيقول رايه. بس انت بقى عملتي له حركه كده، او عملتي له كده شيء فجعتيه. واخدين بالكم؟ قلت له بخ. من الاخر كده اهو، الشخص ده عامل كده. ايه ده؟ انا يتعمل فيا كده؟ انا اهو كده بالظبط، انت عملتي فيه الحركه دي.
خليتيه الشخص ده حط ارض من الاخر. بس هو عرف هو بيحبك قد ايه. خلي بالك يمكن الحركة دي او اللي انت عملتيه ده كان في صالحك، لانه هو فهم مقدار حبك عنده قد ايه. انت ما كنتيش تقصدي، يعني انت لما عملتي كده اتصرفتي كده اهو، اتصرفتي بطبيعتك، لكن هو فهم بقى. ممكن بيقولك مثلا البعد اللي كان بيني وبينك، هو بيقولك كده البعد اللي بيني وبينك عرفني انت قد ايه غالية عندي، خلاني افهم قد ايه فعلا ان انت غالية. انا ما كنتش متخيل ان انت غالية قوي كده. يعني ايه ده؟ معقولة؟ هو بيقول كده، بيقول معقولة انت كنتش غالية كده؟ انا ما كنتش بصراحة اتخيل ده. فعارفين حد عصر على نفسه 20 فدان ليمون كده وقاعد عامل كده هو ساكت، يمكن تحني عليه وترجعي له مثلا كده، وقاعد كده يمكن ترجع لي هي، انا مش هتنازل عن قراراتي. وبعدين فجأة بقى يقوم ايه ده؟ طب ابص كده شوف هي بتعمل ايه اهو. ويبقى قاعد كده، يبقى قاعد ساكت كده وطيب وفي قمة، عارفين كده اللي هو في قمة غروره كده، هوب يلاقي نفسه بيبص عليك. طيب وبيرجع لك على فكرة، يعني في القراءة هنا بتقول ان هو بيروح وبيرجع. يجيلك بقى بيعمل ايه بقى هنا؟ بيعمل فيكي حتة حركة هو كمان، يرجع لك. وبعد ما يرجع لك يقوم سايبك يا عيني مقهورة بالمنظر ده ويمشي هو، او هي تمشي وتسيبك. ولا وبيمشي بتحدي، بيمشي اهو تاني، بيمشي هنا ويسيبك برضو هنا اهو. بصي عشان مش عارفه اوريك عشان كده، بيمشي هنا ويسيبك وما بيهتمش لمشاعرك. يا ربي اهو تاني ماشي هنا وسابك تاني. ده على فكرة الحركة دي عملها معاكوا كذا مرة، مش مرة ولا 2 ولا 3، ممكن اكتر من 3 او 3 اهو، لان دي ظهرت لغاية دلوقتي 3 مرات في القراءة. فدي مش اول مرة حبيبة قلبي يسيبك ويمشي، لا بقى، ده الموضوع مش سهل. ده الموضوع شايفة هنا حد عمال اوف وان اوف وان اوف وان كل شوية، وبعدين بقى فجأة حبيبتي يقوم اعمل ايه؟ يعني مثلا يبقى قاعد كده، انا بس بشرح لكم الطاقة على فكرة، بشرح لكم. يعني مثلا ممكن تلاقيه قاعد كده ساكت، فجأة كده هو ساكت كده يقوم مم. هو هو انا اللي غلطان ولا هي ولا ايه كده؟ يعني فاهمه انتي؟ يقوم هو انا اللي غلطان ولا هي؟ يا ترى بتفكر فيا؟ يا ترى عايزاني ولا نسيتني ولا ايه النظام بس هنا؟ طب حاول تتراجع عن اللي انت فيه. يقعد كده، طب حاول تتراجع عن اللي انت فيه، حاول انك انت يعني تصلح اخطائك او فكر. بس في بلوك. بصي بقى، بصي كده، بس في بلوك. طب وبعدين كده يعني بصي، طب ما انا برضو اراقبها اشوفها من ورا البلوك ده بتعمل ايه. الا تكون مثلا راحت كلمت حد غيري، ولا حد كلمها، ولا حد دخل حياتها. ما انا عارف نفسي. هو بيقول كده، بيقول ما انا عارف نفسي. يعني هو عارف نفسه ان هو فرط فيكي، وكان متخيل حاجة عكس اللي هي مثلا اللي حصلت. يعني انت سايباه، هو عمال باصص عليكي، انت سايباه، انت مش حاطاه في حساباتك. ليه؟ انت مش حاطاه في حساباتك؟ اولا انت مش غلطانه، شايفه موقفك هنا مش غلطانه، بس هو متمسك بيكي، خلي بالك متمسك بيكي قوي. والألعن من ده بقى انك انت كمان عارفه ان هو مش هينساكي،
وانك انت كمان فاهمة ان هو متمسك بيكي، بس اللي بيعمله ده نظام كده، بيداري اموره، بيداري خيبته من الاخر، او بيتلاعب عليكي وانت عارفة، بس انت فاهمة كل حاجة. هنا انت فاهمة كل حاجة، فاهمة ألاعيبه. يعني مش مثلا هقول لك الشخص ده بيتلاعب عليكي، لا، انت عارفة انه بيتلاعب عليكي، او انت عارف انها بتتلاعب عليكي، انتوا عارفين ده، انتوا فاهمين ده كويس. فانا شايفة هنا قدامي شخص تحسوا انه يعني بيقولك ايه، بيقولك انا بحبك حب قوي، وانت الانسانة الوحيدة اللي انا حبيتها، او انت الانسان الوحيد اللي هي حبته، تمام. بس هو بيقولك انا ما اعرفش، انا بلاقي نفسي بحاول ابين لك ان انا اقدر استغنى عنك. يعني هو بيحاول يبين لك ان هو مش فارق معاه. بصي بيحاول يبين لك اهو، بيحاول يبين لك انا مش فارق معايا. مثلا تيجي تكلميه، أو مثلا تقولي له هو انت مش عايزني، هو انت مش فارقه معاك، هو انا مش عارف ايه، يقول لك براحتك مش عايزاه كده. تيجي مثلا لو هو مشغول واتصلتي بيه، او هو مثلا في حته واتصلتي بيه، او مثلا هو معاكي في نفس المكان وتيجي تكلميه يبصلك بقرف كده، ايه كده. تيجي مثلا هو مشغول تيجي تكلميه، يا فلان هو انت في كده، نفس البصه دي، يبصلك كده اهو، شوفي اللي هو عايزه ايه كده، على طول عطيكي الوش الخشب. وده مش هو ده، يعني مش حبه ده اللي جوه قلبه، واخده بالك؟ مش ده اللي جوه قلبه ناحيتك، لا لا لا، مش ده، مش ده اللي جوه قلبه، بالعكس. وعارفه بقى هو بيعمل معاكي كل ده ليه؟ عشان هو شايف ان هو اللي مظلوم. من وجهة نظره هو شايف ان انت اللي جايه عليه، وانت اللي كسرتي قلبه. هو شايف كده. انا ما بقولكيش انت عملتي كده، ما بقولكش انت عملت ده، لا، بقول لكم وجهة نظره هو، او وجهة نظرها هي شايفة، او هو شايف انك انتي ما صعبة. هو شايف انك انتي اللي ضحيتي بيه ووصلتيه لكده. هو شايف ان حبه ليكي كان حب عميق قوي، هو شايف ده. وبيقولك انا ما مش قادر بصراحة اعيش من غيرك، بس انا هتحمل، انا هتحمل بعدك ده. هو بيقول ايوه انا مش مبسوط و... ومتضايق، هو بيقول كده ومتضايق ومش حابب فكرة ان انا اكمل مع حد غيرك، نفترض يعني ان هو رجل، وعايزة اجيلك جري، بس برجع افكر، هرجع اقول طيب ما تصبر شوية، ما يمكن يا ابني انت مش غلطان، ما يمكن يا ابني هي تيجي، اصبر. مع اني شايفك، هو بيقعد يقولك كده، بيقولك مع ان انا شايفك ان انت بتحاولي تنسيني او نسيتيني حرفيا، انت بتعملي معايا كده ليه؟ بيقولك كده، بيقولك انت بتعملي معايا كده ليه؟ على فكرة ده انا ياما عملت معاكي وياما قلتلك وعدتلك، وبعدين ده انا عندي دليل بحبي كبير قوي. بيقولك كده، بيقولك ده انا من كتر حبي فيك انا قاعدة راقبك من بعيد، يعني فرحتي واجي راقبك من بعيد، مش فاهمة ليه يعني، مش فاهمة. بيقولك انا قاعد براقبك من بعيد وحشتيني قوي. هو بيقولك كده، انا لو عليا عايزه اجيلك جري صدقيني، بس انتي مش قادره تفهمي، ده انا حاولت اكتبلك. هو بيقولك انا حاولت اكتبلك، حاولت اعرفك، حاولت افهمك. بيقولك بس انتي ظلمتيني، انتي جيتي عليا، انتي جيتي عليا، انتي ظلمتي الشخص ده. على فكره اولا كده عشان تبقوا فاهمين، ما بيشوفش نفسه غلط. الشخص ده ما بيشوفش نفسه غلط ابدا ابدا. الشخص ده دايما مداري مشاعره منك، واذا كان في حد مظلوم في العلاقه دي فيبقى انتوا. الفرق اللي بينكم وبينه هنا ان انتوا بتحتووا، لكن هو بيتلاعب.
والمشكلة ان انتوا عارفين زي ما بقول لكم، والمشكلة ان انتوا مش قادرين تنسوه، مش قادرين. وما يجيش حد بقى يقول لي لا انا نسيته، انا بكرهك اصلا، انا نسيته وما بحبوش. ده انا داخله الفيديو ده حب استطلاع، حب استطلاع بتكرهيه ما بتطقهوش. كونك ان انتي بتحسي بكره او بحب استطلاع، كون ان في احساس نفسه، عشان تبقي فاهمه ده في حد ذاته يبقى فيه لسه مش حب، مش هقول حب ومشاعر، بس فيه لسه هنا شغال. انما لما اسالك اقولك الشخص ده انتي بتحبيه ولا بتكرهيه، ممكن تقولي لي ايه، انا مش هسامحه، بس انا مش فارق، يعني مش بيجي في بالي، ما يجيش في بالي اهتم اني اخش اشوف طاقته، واخده بالك؟ فدي بس النقطه اللي انا بحب افهمها لكم، عشان بلاقي ناس بتكتب في الكومنتات تقول ايه، انا مش عايزه ارجع له، انا مش طايقاه، إيه ما تقوليش عنه حاجه. إيه حبيبتي، انتي اللي دخلتي، مش انا مش انا اللي جيتلك، فاهمني؟ وعلى دماغي من فوق طبعا، تنوروني، بس الفكره انا بفهمكم ليه؟ عشان تفهموا نفسكم. ما انت لما هتفهمي نفسك وتفهمي او تواجهي نفسك هتخلصي منه، لو انت فعلا مش حباه او مش عايزاه. فكرها بتقولك هنا انتوا الاتنين واقفين لبعض الوقفة دي، انتوا الاتنين، كل حد فيكم باصص للتاني كده. وتعالوا كده حبايب قلبي نشوف طاقة ايه، طاقة الطرف التالت. نشوف كده طاقة الطرف التالت هنا، او الشخص ده بيعمل ايه مع الطرف التالت. بيسلي وقته، يعني هي بالنسبة له زي لعبة مؤقتة، بيسلي وقته. وعلى فكرة بيغيظك بيها، عشان تبقي فاهم، هو بيغيظك بيها، يعني هو بيحاول بيتعمد انه يضايقك، او بيحاول يتعمد ان هو يغيظك بيها، وانت غلطانة، انت حد يتغاظ يعني. يعني انا شايفة ان انت ايه اللي يضايقك، ايه اللي يضايقك من حاجة زي كده؟ المفروض ان انتي، يعني معلش اسفه، المفروض تكرهيه، يعني تفهمي الشخص ده، الشخص ده لو بيحافظ على مشاعرك ما كانش يعمل كده، فاهمني؟ انا شايفه شخص بيتعامل معاكي بانانيه، بقسوه، فاهميني؟ بس انا عايزه اشوف برضو طاقه الطرف الثالث هنا معاه بيتعامل معاه ازاي. نشوف كده، عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوا تعرفوا الايه، الحاجات دي. ده على فكرة أهرب من نفس الطاقة تطلع لي، الشخص ده بيتعامل معاها بكل قسوة، بيتعامل معاها بكل قسوة، إيه، عنيف كده في كل تصرفاته، في ردود أفعاله. فالشخص ده ومداري عنها شخصيته قوي، وهي كمان، دول هما الاتنين بيلعبوا على بعض، خلي بالكم. الطاقة دي طاقة اتنين بيلعبوا على بعض، والشخص ده اتصدم منها. طب اتصدم منها ليه؟ الطرف التالت هنا اتمسكنت لما اتمكنت، وصدمته انها عملت عليه انها انا اعرف امشي واسيبك، انا اعرف على فكرة، وحسسته ان هي يعني تقدر تستغنى عنه. بس على فكرة هو اتصدم في الاول، بس بعد كده ما هموش. في هنا في بعض منكم هنا الطرف تالت دي زوجته، وعنده منها طفل هنا، وهي اللي مراقباه بقى، وهي اللي عارفة طريقته، او هي اللي فاهماه، واخدين بالكم؟ يعني هي حاسه بيه، او حاسه بطاقته، او حاسه انك انت في باله، او حاسه انه بيحب، فاهمني؟ حبايب قلبي، بكده القراءه دي تكون انتهت النهارده، عشان ما اطولش عليكم. انتظروني بكره هعمل لكم كشف عميق قوي للطرف الثالث، وحصل ايه ما بينهم كويس جدا. شكرا ليكم، كانت معكم الروحانيه ام جنى. شكرا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.